هلا وحبايبي، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. رمضان كريم ينعاد علينا وعليكم بالصحة وبالعافية. شوفوا لي الجمال، اليوم حبيت أسوي لكم حلا ليالي لبنان بطريقة ميكس بين الكنافة وبين البقلاوة. طبعا الطريقة كل سهلة وبسيطة، والمواد إن شاء الله متوفرة عندكم. راح نحتاج الطبق اللي راح نسوي بيه، نخلي قليل من الزبدة، وراها راح ناخذ تقريبا 4 أوراق من ورق الجلاش أو ورق البقلاوة. أول شي نوزع الزبدة بطريقة كلش حلوة، ونقطع الورقة حسب المقاس مال الطبق اللي راح تشوون بيه. وراها وزعت ورا كل طبقتين خليت الزبدة المايعة طبعا، وحرصوا انه تكون الزبدة متوزعة بطريقة كلش حلوة حتى على حافات الورق مالت البقلاوة. طبعا حبايبي بهالطريقة هاي راح نحصل على الورق يكون كريسبي وناجح ويانا. طبعا نوزع ونكون سخيين بيها، ندخلها على الفرن بدرجة حرارة 180 مشعول من فوق ومن جوا. راح نجي للطبقة الثانية اللي هي عبارة عن كنافة، تقريبا 3 ملاعق أكل من الكنافة الخام، وياها راح نضيف الفستق الحلبي، وطبعا الإضافة اللي تحبوها. وراح نضيف ملعقة عسل، وبإمكانكم أيضا تستبدلوها وتخلون القطر أو سكر الباودر وشوية مي. تمام، بس بهالطريقة راح تحصلون عليها تكون كلش طيبة. طبعا لحد ما نوصل بهالقوام هذا نضربها بالمحضرة الطعام وتصير ويانا بهالشكل هذا. طبعا يا سلام، ورا ما طلعنا الكنافة ريحة الزبدة والكريسبي مالتها تجنن. طبعا راح نبدي نضيف عليها قليل من القطر اللي يكون شوية ثقيل. تمام، ونوزعها بالتساوي، وخاصة على الحافات على مود نحصل عليها وتكون متوزعة القطر علينا بطريقة كلش حلوة ومتساوية. راح نجي هسه شو نسوي؟ نخلي الطبقة الثانية مالت الكنافة اللي سويناها ويا الفستق الحلبي والعسل، ونوزعها بطريقة كلش حلوة، ونتأكد انه احنا نضغط عليها على مود تتماسك. نجي نسوي المكون الأساسي وهو حلا ليالي لبنان. ضفت تقريبا 3 قلاصات من الحليب، وياها نص قلاص من السميد، ونص قلاص من الشكر. وطبعا راح نضيف مي الورد، بإمكانكم تضيفون انتو الفانيلا حسب رغبتكم. نبدي نجانس المكونات ونخليها على نار وسط لحد ما تبدي تثخن ويانا، وتبدي تطلع عندنا هاي الفقاعات انه هي صارت جاهزة ويانا، وتكون هذا السمك مالتها اللي نحتاجه. طبعا بعدها مباشرة ننزلها على الطبقات اللي سويناها. تمام، ونبدي نوزعها بالتساوي على كل الطبق مالتنا مثل ما تشوفون، ونتركها تبرد تماما. طبعا ما أحكي لكم الريحة تاخذ العقل. راح نجي للطبقة الأخيرة وهي علبة من القمر، وراح نضيف عليها الفانيلا، وبإمكانكم تضيفون مي الورد طبعا حسب ما تحبون. نبدي نجانسها كل زين، ونبدي نوزعها على الطبق مالتنا. طبعا أكيد نوزعها بالتساوي، وتكون ويانا خاصة يم الحافات، يعني نغنغوها تنغنغ. بعدها راح نبدي نزينها بالتزيين اللي انتو تحبوه. طبعا انا زينتها بالفستق الحلبي والورد المحمدي، لان راح ينطيها نكهة كلش طيبة ويدل على انه هي بيها مي الورد. وبعد ما تركناها ساعتين بالثلاجة صارت جاهزة ويانا انه احنا نقدمها، ونكون واثقين انه هي اطيب حلا تقدموه بشهر رمضان المبارك، اذا عندكم عزيمة او عندكم قعدة، فتشي كلش انيق وطيب، لان هو مزيج بين البقلاوة وبين الكنافة وبين ليالي لبنان اللي باردة على القلب. طبعا ما أسولف لكم، الريحة تاخذ العقل. أتمنى تجربوها، وأكيد ما تنسوني باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ومشاركتها ويا الأصدقاء والأحباب. أشوفكم على خير، مع السلامة، في أمان الله.